مرحبا. قناة تكتيكات الكرات الثابتة. اخترت اليوم كرة ثابتة من مباراة المنتخب المغربي للسيدات ضد منتخب الرأس الأخضر، والذي عرف عدة كرات ثابتة متنوعة ما بين ضربة جزاء، ركنيات، ضربة خطأ مباشرة وغير مباشرة، ورمية تماس، وطبعا ضربة البداية المباراة، وضربة بداية بعد الأهداف، وضربة بداية الشوط الثاني. من أهم الكرات الثابتة والتي لفتت انتباهي للمنتخب المغربي كرة ضربة خطأ غير مباشرة نفذتها سيدات المنتخب المغربي بطريقة ذكية، ويظهر أن المنتخب المغربي للسيدات قد عمل عليها كثيرا، لذلك حقق منها هدف. ممكن أن أقول عنها الكرة الثانية من ضربة خطأ غير مباشرة، وكما هو معلوم في تدريبات أو مفاهيم الكرة الثابتة الحديثة، أن الكرة الثانية مهمة جدا في الكرة الثابتة. فالفرق التي تهتم بها وتعمل عليها وتستعد لها جيدا دائما توظف الكرة الثانية سواء هجوميا لتحقيق الأهداف، أو دفاعيا لإبعاد الخطر عن المرمى، أو الاستحواذ، أو قيادة مرتدة سريعة على مرمى المنافس الذي نفذ عليك ضربة الخطأ. بداية ننظر إلى ضربة الخطأ ثم نعلق عليها. نفس الدوري. هنا كرة من تاكلاوش مقوس، هذا المرة كرة لا زالت متواصلة عند بنزينا. جول 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 جول، الهدف الأول في الدقيقة 28 عن طريق نهيلة بنزينا، التي تتمكن من استغلال الإبعاد الخاطئ لخط دفاع منتخب الراس الأخضر، وتتمكن من ترجمة هذه المحاولة الهدف السابق. إذا هنا نهيلة بنزينا تتقمص دور المهاجمة وتصنع الفارق من خلال هذه المحاولة. الإبعاد لم يكن جيد، وهنا كيفما جاءت حصلت كرتها واستغلال الإبعاد من خلال ملاحظة تموضع اللاعبات المغربيات، نلاحظ أن هناك تخطيط على أن سيكون خطين في الكرة الثابتة. الخط الأول وهو الخط الهجومي والمستهدف باللاعبات المهاجمات، سواء ابتسام جريدي الشباك والمهاجمة الثالثة، هذا خط أول. وفي خط ثاني مكون من نهيلة بنزينا وياسمين المرابط، وهو خط دفاعي وقائي وفي الوقت نفسه خط هجومي ينتظر الكرة الثانية. كما لاحظنا أن الكرة استهدفت الخط الأول مكون من المهاجمات الجريدي وزميلتها. الدفاع تمكن من رد الكرة الثانية. نلاحظ هنا نهيلة ياسمين المرابط ينتظرون الكرة الثانية، لكن نهيلة بنزينة كانت أكثر استعدادا لاستقبال الكرة الثانية، أولا بقراءة مسار الكرة الثانية، ثانيا وضعية الجسد أو تشريح الجسد على بنزينة كانت على رؤوس أصابعها، تتقدم قليلا وترجع من أجل تحديد مكان سقوط الكرة واستقبالها ثم تسديدها، وهذا مكان. ثالثا ضعف ضغط الدفاع، لأن كل الدفاع، وهنا نجح المنتخب المغربي للسيدات أنه استجلب تقريبا 5 مهاجمات في الخط الأول، 1 2 3 4 5، وهاتين أمام الحارسة لمراقبة أمام المرمى. وبالتالي كان الدفاع الوقائي أولا، ثم المهاجمات كانوا في حرية من الرقابة، لذلك سهل المأمورية على بنزينة في استقبال الكرة ثم التسديد كما سنلاحظ الآن. لاحظ أن استقبلت الكرة بشكل منفرد، أخذت الوقت في استقبال الكرة بطريقة جيدة، ومباشرة بعدها قامت بالتسديد رغم التكتل الدفاعي الذي حاول إغلاق القائم أو زاوية القائم أمامها، لكن نجحت نهيلة بنزينة في تسجيل الهدف الأول للمنتخب المغربي من كرة ثانية. تشريح جسدها، استعدادها، طريقة الاستقبال، طريقة التسديد، أظهرت أن هذا الطريقة أو هذا التكتيك في تنفيذ ضربة خطأ غير مباشرة تكتيك تم العمل عليه في التدريبات. سنلاحظ لا زالت متواصلة مباشرة. لاحظ هنا كل تكتل الدفاعي كله ذهب الى المهاجمات جريدي وزميلتها، لكن هنا بقى ياسمين المرابط الشباك، وكذلك نهيلة بنزينة التي كانت اكثر استعدادا، وحتى الحظ ساعدها لان رجوع الكره الثانيه كان في جهتها او في اتجاهها. نلاحظ التي تتمكن من استغلال الابعاد الخاطئ لخط دفاع. هنا لاحظ زاويه المرمى مفتوحه، استقبال الكره بدون ضغط، استقبال الكره في مستوى جسدها، ثم نزول الكره بطريقه جيده، ثم التسديد في الزاويه اليسرى وتسجيل هدف جميل من كره ثابته خدمت بتكتيك ممتاز، مكن المنتخب المغربي من تسجيل هدف التقدم.